كابالا متسع من المكان، زاد في السرعه، دخل شبكه كابالا، التسديده قويه، بابا جول 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 جول. يا سلام عليك، شيكابالا يفتح مجال التسجيل عند الدقيقه الرابعه. اين هو دفاع الوداد؟ اين هم لاعبو الوداد؟ شيكابالا وكانه في حصه تدريبيه. شوف العجب ماذا حصل، شيكابالا يجري بالكره 40 متر، يراوغ الاول، وينو الثاني، وينو الثالث، وينو الرابع، ولا واحد خرج له. شيكابالا يسدد من حوالي 25 متر، كره ارضيه زاحفه على يسار محمد عقيد. هدف اول للزمالك، هدف عجيب وغريب في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، انه تكون عندك مساحات بهذا الشكل، تنفرد على 30 سنه في عمره. قلت لكم شيكابالا ليس هو شيكابالا زمان، ومع ذلك الخبره والتجربه صنعت الفارق، والصنعه والمهنه صنعت الفارق. انفرد، سدد كره زاحفه ارضيه على يسار الحارس. اول اهداف المباراه لنادي الزمالك، ليس هناك بدايه افضل من هذه. في اتجاه معروف يوسف، حاولت انطلاقه من شيكابالا ومعروف يوسف، ولكن هذه الكره بعيده. كاد يرتكب خطا فادح هنا في هذه الكره. كرة أخرى وخطأ لصالح نادي الزمالك، وعودة التوغل، جول جول. هدية مثل هذه يجب أن تقبل. هل باسم مرسي هو الذي استلمها؟ هو الذي راوغ؟ لا، ليس باسم وإنما أيمن حفني، الفنان أيمن حفني استلم كرة بيسراه، راوغ وسدد على يسار الحارس. جول ثاني للزمالك في ظرف 18 دقيقة لعب. ولا زملكاوي كان يتوقع هذا السيناريو بهدفين مقابل 0 للزمالك بعد أقل من 20 دقيقة. ولا زملكاوي ولا ودادي كان يتوقع مثل هذا السيناريو، هذه الأخطاء الفادحة في مباراة نصف نهائية دوري أبطال إفريقيا. فاتح اللعب